بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنعمل النهاردة مع بعض لحمة مشوية، بس مش هنعملها على الفحم، هنعملها في الفرن بطريقة سهلة جدا، وكمان هقول لكم على سر لونها واللمعان الخطير اللي فيها. يلا بينا مع بعض كده نشوف المقادير بتاعتنا. هيكون معايا نوع اللحمة يكون نوع بيستوي، يعني يكون سهل في السوا، وكمان هيكون معايا معلقة من العسل الأبيض ومعلقة من الصويا صوص معلقة كبيرة، وبصلتين مبشورين بالمبشرة أو في الكبة، وهيبقى معايا برضو 3 حبايات من الطماطم برضو هتكوني عاملاهم في الكبة أو في المبشرة، وعلبة زبادي، ومعلقة صغيرة من البهارات السبع، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهاخد بس معلقة من الخل، بس معلقة كبيرة. واللحمة ضروري جدا تكون بتستوي على طول. هجيب بقى كده المصفى وهصفي الطماطم الاول. انا مش عايزة في التتبيلة دي يكون فيها اي تفل كده عشان ما يتحرقش في قلب اللحمة بتاعتنا. هصفيها كويس جدا، انا عايزة بس المية بتاعتها. نصفيها، وهصفي كمان برضو البصلتين زي ما قلنا. احط بقى كده البصلتين وهصفيهم برضو، نزل بقى ميتهم كده. بس عايزه اقول لكم بقى على حاجه، بشر البصل ده انا مش برميه، انا باخده كده وبحطه في كيس وبخليه يبقى لتتبيله الكفته المشويه. خلاص كده صفيته بقى كده، اخده بقى واعينه واحطه في الفريزر. هحط بقى معلقه كبيره من الخل، هو الكيلو اللحمه عليه معلقه بس كفايه. وكمان علبة من الزبادي والخل هيخلي اللحمة معايا تبقى مستوية كده من جوه، هيخلي أنسجة اللحمة معانا تبقى تستوي على طول. هنزل بقى كده بالعسل والصويا صوص معلقة ومعلقة، والبهارات 7 بهارات يعني، معلقة صغيرة من الفلفل، وهقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض بمعلقة بمضرب اي حاجة. اهم حاجة التتبيلة دي تختلط كده في قلب بعضها. بس مش هنحط ملح دلوقتي، الملح هنحطه واحنا بنشوي اللحمة. لو حطينا الملح دلوقتي اللحمة مش هتستوي معانا زي ما احنا عارفين، نخلي الملح في الاخر. نجيب بقى اللحمة يلا نحطها. انا مقطعه بالقطع الصغيره دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهحطها بقى في قلب التتبيله. وضروري جدا انك تتبلي اللحمه قبلها بيوم، هتاخد من التتبيله بتاعتها، وكمان هتبقى سهله معاكي في السوا. لو انتي مستعجله مثلا، يعني اعمليها الصبح كده، طول ما تصحي وقعديها 4 ساعات وبعد كده اشتغلي بيها على طول. بس صدقيني هتديكي نتيجة احلى اما تبيتيها قبلها بليلة. هقلبها كده مع بعضها كده. نجيب بقى الاسترتش ونغطيه كده بالطبق، وهعينها بقى في التلاجة لتاني يوم ان شاء الله. هقفلها كويس جدا. نجيب بقى عيدان الشيش طاووق دي، بحطها في ميه سخنه لمده نص ساعه عشان ما تتحرقش معانا واحنا بنشويها يعني في الفرن.
خلاص كده جينا بقى لتاني يوم. نجيب بقى اللحمه بتاعتنا وهحطها، احط الاول عليها الملح وهقلبها، وبعد كده نحطها في عصيان الشيش طاووق دي. نحطها بقى ايه، قلبنا كده الاول. انا مش عارفه اللحمه دي بصراحه نوع ايه، هي كانت جايه لي من بره بس استوت معايا على طول. هصفيها الاول من التتبيله، وبعد كده نحطها في قلب العصيان. وكمان التتبيله بتاعتنا مش هنرميها، احنا هنعوزها، بس خليكي معايا لاخر الفيديو. نحطها بقى كده، ما تكتريش في قلب العصايه عشان اللحمه برضو ايه تستوي معانا. نحط بقى كده في الخله او عصيان الشيش طاووق. بالشكل ده كده. هتكوني بقى ايه مجهزه الفرن بتاعك، سخنيه كده قبلها بنص ساعه على درجه حراره 180، يبقى الفرن سخن معاكي. وبعد كده هندخلها وهنشوف هنسويها ازاي او هنشويها ازاي في الفرن. نجرب برضو واحده كمان. صلوا كده يا جماعه على النبي كده، طول ما انت واقفه كده في المطبخ اذكري الله دايما، اشغلي نفسك دايما بذكر الله. زي ما قلنا احنا مش هنملاها خالص عشان ايه اللحمه برضو تستوي معانا. ممكن انت برضو لو عندك لحمه ضاني او لحمه موزه، النوع ده برضو بيستوي على طول، تجيبيها وتعملي بيها برضو. هجيب بقى الشبكه اللي انتوا شايفينها دي وهرص فيها اللحمه بقى. بالراحه كده عشان العصيان دي برضو بتبقى رقيقه جدا. حاسه كده ان هي كانت هتتكسر معايا على طول. جبت بقى صينيه وحطيت في قلب الصينيه ميه وورقتين لورا كده يدوا ريحه حلوه، ونولع بقى الفرن ونحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هنا الشبكه بتاعتي كانت مكسوره، اجيب ورق ألمونيا كده وايه وهلم الليله بيها، وهتتشوي برضو معايا وهتطلع زي الفل. هقفلها بقى ويلا ايه نحطها في الفرن في الشبكه اللي في النص. انا مولعه بس من تحت، ما تولعيش من فوق، مولعه من تحت على درجه حراره 180 او تهدي النار كده تخليها وسط. بعد شويه سقسقت كده اللحمه بالتتبيله اللي انا قلت لكم في الاول، فاكرينها ان احنا ايه هنعوزها. هي دي بقى عملتها كده بعد شويه كده وخلاص. وبعد كده قلبتها الناحيه التانية واتشوت بقى من فوق ومن تحت، من ناحيتين استوت. شايفين بقى جمالها. وعملت معاها كمان رز بالكاري، وكمان عملت معاها حبة سلطة.